وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عباد الله عند حدوث مثل هذه الحوادث وغيرها من الآيات المسارعة بالتوبة والضراعة إلى الله والإكثار من ذكره واستغفاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ولا أحد ينكر ولا أحد يغار. القلب يعصره الأسى والخد قرحه البكاء والحزن يعصف بي فما أقسى التحسر والجوى. ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاعب والملاهي والمهرجانات الغنائية. ذاب الفؤاد مرارة وتبعثرت كل المنى لما ضللت طريقنا وهجرت أنوار الهدى. قد كنت نجما ساطعا فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. يا ليت شعري ما الذي أغراك في دنيا الونا. ما هذه الدنيا ويرون الجبار يعصى فلا يتكلم متكلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. قد ضللتهم أنفس البغي وأحلام المنى. أختاه هل أنت على وشك النهاية يا ترى؟ وكيف أهلك الله أهل المعاصي والمنكرات والذين سكتوا على منكراتهم وأنجى الله من؟ أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. فما الذي يمنع بأس الله عنا؟ رجل العلا ولتسكبي وابل الدموع على مقارفة الخطا. أنهلك وفينا الصالحون. أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم. إذا كثر الخبث ذلك بأن ربك لم يكن مهلك قرية بظلم وأهلها مصلحون. إلى درب الجنان هناك طيب الملتقى. فهناك ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها إلا بأمرها بالمعروف
إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. نأمر بالمعروف ولا ننهى عن فعل الشر ولا الله 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 بقول كلمة الحق لا نخاف بالله لومة لائم. إن سكتنا والله ليحلن بنا ما حل بهم. نجاتنا بأمرنا بالمعروف، أن نقول للظالم أنت ظالم، وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله. نأخذ بيدنا وبأيدي بعض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. غيروا ففضل من الله ونعمة، ما غيروا فالذمة بريئة أمام الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فيه والغرب عدو كتابي همهم طمس الدين وكذا لفظا لترابي قتلوا الإنسان. وسنة الله ماضية لا تحابي أحد ولا تجامل أحدا. هذا هو طريق النجاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يا من تعمل للدنيا لن ينفعك فما تعمل، أرضاك غدا تصلاه نارا فيها تتقلقل، تعمر في دار فناء تهدم دار المستقبل، وتضيع العمر الغالي وبك الفترة لن تقتل. كم سترائي وترائي وتخادع أفلا تخجل، إن الله عليم. استجاب من استجاب فبحمد من الله، ومن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه. وبين يدي الله سيقف الخصوم، وبين يدي الله سيقف الخصوم. اذهب ولتطلب أجرا ممن كنت له تعمل، ممن كنت له تعمل.